النهاردة وصلت لقرية حرب توتو علشان أدور على زراعة الجمبري، وعلى الرغم من إننا الحمد لله وصلنا لأكبر مصدر لكل أنواع الزريعة في الشرق الأوسط، لكن واجهتني تحديات كتير، وللأسف غلطت أقدم غلطة في الكتاب. الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح. من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. بعد ما خلصت شغل في الحوض وبدأت فيه دورة بيولوجية، كتير من أصدقائنا قالوا لنا إنه فكرة البط مش أحسن حاجة، وإنه من المفضل نجيب سفنجة فلتر حوض قديم، أو ممكن ناخد مية جاهزة من الحوض التاني. فعملت كده فعلا، لكن كان بقالي فترة طويلة بحاول أعرف المصدر الرئيسي لزراعة الجمبري. تواصلت مع ناس وشركات كتير جدا، بنسبة كبيرة كلهم ناس محترمة، لكن المشكلة الأساسية إن كلهم كانوا وسطاء ومعندهمش مفرخ، أو ما يقدروش يحددوا ميعاد محدد لخروج الزريعة من المفرخ بتاعهم. ودي ما كانتش مشكلة، لأن ما حدش فيهم طلب إن يحولوا فلوس لحد ما يتأكدوا فعلا من ميعاد خروج الزريعة. واللي اتعلمته إنه في المجال ده أو أي حاجة فيها روح عامة، مفيش حاجة اسمها دفع مسبق أو حتى حجز بعربون، وإن كل التجار الكبار والناس اللي تستحق الثقة عارفين الكود ده كويس. ومش كده بس، انت لازم تحضر بنفسك وتشوف الحاجة بتاعتك وتعدها، وبعد ما بتستلم بتدفع الفلوس. المهم انه بعد لف وبحث طويل اكتشفت انه اكبر مصدر لكل انواع الزريعة هو مفرغ غليون، وانه مشروع حكومي عملاق على مساحة 4000 فدان كمرحلة أولى بس، وبينتج تقريبا فوق 200 ألف طن من الأسماك سنويا. صراحة حاجة تشرف جدا، وتعامل الناس هناك كانت قمة في الاحترام، وكانوا بيحاولوا يوفروا لي على قد ما يقدروا. وفي ميزة واحدة خطيرة بالتعامل مع الناس هناك بشكل مباشر بدون وسيط، وهي إنهم بيصدروا لك تصريح خط سير للحاجة اللي معاك علشان تقدر تتحرك بيها بشكل قانوني وبدون أي مشاكل. المكان ممكن نوصل له بعربية على طول ونعدي النيل من فوق الكوبري، لكن لحسن الحظ إني اكتشفت طريق أطول شوية لأنه مكانش معايا عربية. بعد ما وصلت الرشيد ركبت مواصلة لأفران الطوب، ومن عندها بنركب معدية للبر التاني لمكان اسمه عزبة أبو خشبة. واللي فهمته إن أهل القرية دي ليهم قصص تاريخية معينة وبيتكلموا لكنة مختلفة عن أهل رشيد، لكن لاحظتوا إن أهل رشيد بشكل عام طيبين جدا وكرمة، وأكلهم كان حلو جدا، وحتى الفول هناك كان له طعم مميز ما أعتقدش إني دقت زيه في أي حتة في مصر. الفكرة إن ركوب المعدية نفسه رحلة ممتعة جدا، ولحسن الحظ وبسبب الظروف اضطريت أفضل رايح جاي عليها كتير. مشكلتي الوحيدة كانت في شيلة البراميل اللي معايا، لأن واحد فيهم كان فيه مية من الحوض بتاعنا، وفضلت أحركه ما بين المواصلات. بعد ما روحت هناك اكتشفت إن الزريعة الجمبري بالذات ما بتطلعش الصبح علشان درجة الحرارة عالية، وإنهم بيبدأوا شغل فيها بعد المغرب. فاضطريت أرجع تاني، لكن ما كانش ينفع أروح ساعتها، فقررت أستثمر الوقت في إني أدور على مصدر لزريعة القراميط أو مكان أشتري منه أمهات كبيرة. فرحت سوق السمك بتاع رشيد، وهناك الناس قالولي إنه القراميط بتبقى موجودة بشكل أكبر في الشتاء، وإني لو مضطر فعلا أجيبها في الصيف هلاقيها أكيد في إيدكو. حسيت إنه الصراحة هيبقى مشوار كبير، والدنيا كانت حر جدا، لكن للأسف كان لسه فاضل 7 ساعات على الأقل عبال ما استلم الجمبري. فرحت موقف رشيد، ومن هناك ركبت مواصلة لإيدكو. وأنا في الطريق الناس فعلا أكدولي إن في إيدكو في أكتر من حلقة سمك، وإني لازم هلاقي القراميط هناك لو ملقتهاش في رشيد. والصراحة كان طول حياتي بسمع قصص عن طيبة أهل إيدكو المعدية، وإن المكان ده فيه خير كتير، وفعلا لما روحت شفت ده بنفسي. كانت في راحة نفسية غريبة في المكان، والتجار هناك محترمين جدا، ومتوفر هناك كل أنواع السمك بجميع أحجامه. والحمد لله فعلا قدرت أوصل لأكبر تاجرين بيشتغلوا بس في القراميط، ولقيت فعلا عندهم قراميط كبيرة، لكن ملقيتش الحجم اللي بدور عليه، وقالولي إن الأحجام العملاقة دي بتبقى موجودة في الحلقة اللي على طريق المعدية. والصراحة الناس استغربوا عن إصراري في رحلة البحث عن أمهات للسمكة دي بالذات، أو إني أصلا محتاج أتعلم تفريخها، وده موضوع كبير ممكن نتكلم فيه بعدين إن شاء الله. لكني كنت محتاج أعرف مصدر للأمهات الكبيرة، وأنا كده كده مستني زراعة الجمبري. فركبت من هناك مواصلة المعدية، ونزلت عند محطة قطارات بحيرة إيدكو، وهناك فعلا لقيت حلقة كبيرة فيها أكتر من مصدر، وكلهم عندهم أحجام عملاقة بأعداد كبيرة جدا. والتجار هناك كانوا محترمين جدا، والأسعار هناك كانت أفضل من أي مكان تاني، وعلى الرغم من إن كان ممكن نشتريهم من هناك ونرجع بيهم لرشيد بعد ما نستلم الجمبري ونرجع بيهم كلهم مرة واحدة، وعلى الرغم برضو إن الصيادين أكدولي إني ممكن أشيلهم في شوال وأروح بيهم الصعيد وأرجع تاني وما يحصلهمش أي حاجة إطلاقا، لكن قررت أسيبهم اليوم تاني ونكتفي بإنجاز إننا الحمد لله عرفنا المصادر ورجعت علشان أستلم الجمبري.
وفعلا بعد المغرب بيبدأوا يشتغلوا فيه وكلموني علشان اروح استلم. وحابب اشكر كل القائمين على المكان هناك لانهم فعلا فريق محترم ومتعاون جدا، وبيشتغلوا بشكل علمي ودقيق حتى في عد الزريعة بالملي جرام، وكمان فوق كل ده عطوني 10% زيادة مثبتين في الوصل. فالحمد لله إننا قدرنا أخيرا نوصل لزراعة الجمبري بغض النظر عن كل السلبيات والتحديات اللي تعرضنا لها. وفي النقطة دي قررت نتغاضى عن أي حد غلط في حقنا، وإن شاء الله هنستر عليه، لكن أتمنى ما يعملش كده في حد تاني. وهنكتفي بتنبيه الناس ومشاركة الدروس المستفادة، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله ويرزقكم لقمة حلال طيبة. اللقمة الحلال تعريفها بسيط جدا في كل الثقافات والأديان، وهي اللي بتتاخد برضا الطرفين وبيبقى فيها بركة. وأي محاولة للتحايل على القاعدة دي بتحولها لحاجة زي مية النار، بتنزل تهري معدة أي حد بياكلها. فربنا يتوب علينا جميعا ويرزقنا ويرزقكم لقمة حلال فيها البركة. في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنقول لكم إزاي أقلمنا الجمبري على الملوحة اللي عندنا، وهل نجح معانا ولا لأ، وإيه مميزات وعيوب الجمبري الفنمي بعد ما اتكلمنا مع مهندسين متخصصين في المجال. شكرا لوقتكم وشكرا لكل أصدقائنا اللي بيشجعونا نكمل. لو محتاجين تشوفوا كل المقاطع الطويلة اللي قبل كده يشرفنا تنضموا لقناتنا على اليوتيوب. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، وربنا يطرح في سعيكم البركة.